تفضل. حتى ولو سلمنا جدلا بان اشياء لم تحدث، ما لازمش تتخذ انت مرجع وتولي شرعيه وتولي عاديه. هي تحدث ولكنها معك تتكرر. عندك اللاعب التونسي واليوم عندك لاعب جزائري وباي طريقه، يعني ما عندهاش علاقه، ماهيش مناوشات التي استفزتك. اللاعب تاعك خارج وانت امام الملأ تشدو يعني من القميص، يعني لقطه ما راهيش مليحه وما لازمش نمينيميزيو. اسمح لي جو ريغريت، انا جو دوا ديفوندر لا بيل ايماج والصوره التي تعطيني الانطباع بلي انت يعني متحكم في الامور وبلي انت تقدر يعني تتحكم في اعصابك وفي الغضب ديالك. لو اليوم انت اللقطه هذه تخليني نفهم باللي تقدر اعصابك تفلت منك وتقدر دير اي تصرف يقدر يكون متهور، شرف يدير المنتخب الوطني ليس في امان مع جمال بلوادي. انا ما نعطيش الشرعيه اللقطه كيما هذه، امر انا خطير جدا وكان عليه ان يعتذر على الاقل. يعني الصوره ما راهيش مليحه، يعني لو كان بلاصه بالرحمه جوار متهور واش تصرى باكار كيما صارت بين مقداد ومواسى في غانا. وهذه الصوره اللي حبيت نلحقوا لها. هوروزمون كو جوار جا كالم، يعني عنده بالرحمه، بين بلي سان جوار فريمون هادئ جدا وعطى بور بغض النظر على الشعور تاعو، بين بلي التصرف تاعو تاع واحد ساج مع سليماني شد الكره وجا سليماني نحى له الكره باش يضرب ضربه جزاء، وحتى بالرحمه حاب يمد الثقه لنفسه، جا سليماني نحى ضربه جزاء ولا حب يحط من الارقام لانه لو دوزيام تيرور وتحكم في اعصابه وجوز ليماج. راح عندك سليماني وعاود يعني تصور معاه، حب يعني يفاسي لا موفيز ايماج ويبين ما كاش ما تاثرش عليهم، لا تفسد للود قضيه. ثم يجي دوزيام مع جمال بالماضي وما تهورش. يعني لقطه كيما هذه اي لاعب انت كنت حارس وتقدر تفقد اعصابك. صافي دير ما تعطيناش يعني الصورة السلبية القاتمة التي تجعلنا نخاف على المنتخب معك يا جمال بالماضي على أنها طبيعية. ليست طبيعية، وأعتقد أنها لا تحدث دائما في ملاعب العالم، خاصة بين المدرب واللاعب ديالو. أنا شفت مع قلنا شحاتة وميدو، ميدو راح أبعد حد، يعني نشوفوا كلام بذيء قال المدرب تاعو وما راحش شحاتة، ما راحش المعهد الأيدي. دخل حسام حسن هذاك باش يفك الشجاعة. يطلع ميدو وينزل عمرو زكي، هيطلع ميدو وينزل عمرو زكي، وما شفناش في كل الدورة حد غير بيقول بيجري على طول على اللاين وبيسلم على البديل، ولكل مدرب قراره. طبعا الله يكون في عونه، ومش ممكن، ولازم الالتزام من اللاعب تجاه مدربه، ولازم الروح الطيبة تبقى موجودة. هو نجم ما يقدرش يعمل كده في توتنهام ابدا، بيتغير ويطلع وينزل واصبح نجم واصبح ليه سعر قوي جدا. وهيطلع ميدو، واعتقد ان مظهر لا حضاري، وميدو فقد حب الناس في هذه اللقطه، وفقد الكثير، الكثير. ويبدو يجب ان يكون حاسس اهدى ويحط ولا يبادله الكلام، انما هنقول ايه؟ طلع ميدو ونزل عمرو. ما تعطيناش يعني شيء كان عليه ان يعتذر باسكو سي ليماج دو لالجيري.